واحد الغلط كيوقعوا فيه للاسف اغلبيه ديال الناس وانت تكون واقع فيه. والمشكله هذا الغلط هذا ماشي شي غلط اللي بسيط، هذا الغلط في الحياه كيسلب من الناس الوقت ديالهم، الفلوس ديالهم، وكيسلب منهم بزاف ديال الحوايج اللي غيندموا عليهم بزاف من بعد. وهذا الغلط هذا هو البدايات المتاخره. كيفاش؟ اكيد انت غتكون عندك شي حاجه في حياتك اللي مده وانت كتقول غنبداها واحد النهار، بلاتي غنبداها اليوم، بلاتي غنبداها غدا غنبداها، خليت نجيب هذا الماتيريال هذا وغنبداها. شنو ما كانت هذه الحاجه، تقدر تكون هوايه، تقدر تكون خدمه، تقدر تكون صناعه المحتوى، شنو ما كانت هذه الحاجه هذه. فدابا غنشرح لك واحد اللعيبه، هو السحر ديال البدايات البسيطه او البدايات الصغيره. كيفاش البدايات الصغيره اهم من انك تبدا بدايه كبيره. يعني نفترض جيت وعطيتك جميع الماتيريال باش تبدا صناعه المحتوى، ما يمكنش لي نعطيك السكيل، لذلك عطيتك الماتيريال واحسن الماتيريال، عطيتك اضاءه مناسبه، عطيتك تريبود فين تحط الكاميرا، وعطيتك حتى الكاميرا، وعطيتك ميكروفون واعر وغالي، وعطيتك كلشي، عطيتك بيسي باش تمونطي، عطيتك برنامج ديال المونتاج مخلص، وعطيتك كلشي، وقلت لك هاكا سيدي باغي تبدا صناعه المحتوى، كتفكر انك تشري ماتيريال، هاكا سيدي ها الماتيريال يلاه بدا. انا بالتجربه المتواضعه ديالي في صناعه المحتوى عندي الضعف الدوج بزاف ديال المشاهدات، ملايين المشاهدات جبتهم سواء في تيك توك سواء في انستغرام سواء في فيسبوك سواء في يوتيوب. نقول لك شنو غادي يوقع. اول 100 فيديو ليك كصانع محتوى، شنو ما كان الماتيريال اللي عندك ما غاديش يجيبوا لك ليفي، وهاد الهضره هذه ماشي ديالي انما ديال مستر بيس، احسن يوتيوبر في المنصه في يوتيوب. دابا انا ملي عطيتك الماتيريال وانت غتبدا تصايب فيديوهات، فيديو مور فيديو مور فيديو مور فيديو، تصايب على الاقل واحد 50 فيديو، ما غتشوف حتى شي نتيجه. شنو غادي تبدا تقول مع راسك؟ تقول انا جاو وعطاوني هذا الماتيريال كامل، عطاوني كاميرا دايره مليون، عطاوني اضاءه، عطاوني هادشي كامل عطاوه ليا، وما جبتش في صناعه، ما جبتش المشاهدات. شنو تولي تقول مع راسك؟ تولي تقول انا يمكن هاد صناعه المحتوى ماشي ديالي، يمكن انا ما كان ماشي ديال الكاميرا. هنا اتوقع في اكبر غلط، لانه صناعه المحتوى حرفه، واي دومين حرفه، اي دومين يمكن لك تعلم وتولي واعر فيه، ولكن انت الا عطيناك الماتيريال شنو غادي تولي تقول؟ تولي تقول يمكن انا ماشي ديال الدومين الفلان فلاني. علاش؟ لانك عندك جميع الامكانيات باش تنجح فيه. وفي الحقيقه راه ما خاصكش الماتيريال، راه اي حاجه باش توصل فيها ما يخصكش ماتيريال، يخصك المهاره والحرفه، ويخصك البراكتيس والتدريب. باش توصل لصناعه المحتوى ما خاصكش ميكروفون داير 100 مليون، ما خاصكش كاميرا، ما خاصك والو. باش توصل في صناعه المحتوى خاصك تصايب فيديوهات وتبدا تتعلم مع كل فيديو باش توصل. وهكا مع كل فيديو كتصايبه ومع كل فيديو كتعلم من الاغلاط ديالك، فيديو مور فيديو تبدا تشوف نتائج. ما حدك انت عندك الكاميرا وعندك الميكروفون تولي تعول على هذا الشيء، ما تبقاش معول على المهاره ديالك. مازال في الجانب الاخر الا ما عطيناكش هذا الشيء، الا ما عطيناك حتى شي حاجه وعطيتك غير تليفون وقلت لك هكا بدا وبديتي، شنو غادي يوقع؟ واخا كاع سيدي انك ما بغيتيش تتعلم، ما حللتيش الفيديوهات ديالك، راه على الاقل تبقى لك ديك الفكره ديال يمكن يخصني غير الماتيريال ونولي واعر، يمكن هذاك كيجيب المشاهدات حيت عنده كاميرا واعره. تبقى لك وهي واخا هي فكره غلطه، ولكن على الاقل تخليك ما تستسلمش، ما تخليكش تقول انا اللي ماشي ديال صناعه المحتوى، تخليك تقول في عقلك خليني نبقى نصايب فيديوهات تنشري كاميرا وديك الساعه راه غنطلع حتى انا. فهمتيني؟ تخلي لك هذه الفكره واخا هي فكره غلطه، ولا الافضل انها غتخليك شنو دير؟ غتخليك تولي تتقلب انك تصايب فيديوهات واعرين وتطور جوانب اخرين. حيت الانسان العاقل ما حدو ما عندوش واحد الجانب، ما حد ما عندكش كاليتي ديال الصوره وما عندكش كاليتي ديال الصوت، خاصك تحاول توصل الرساله ديالك بشي شكل اخر، خاصك تحاول تكون الفكره ديال الفيديو ديالك واعره لدرجه ان الناس ما يقدروش يسكيبيو، خاصك واخا يكون الصوت عيان، وخاصك تقاد سكريبت تعرف تهضر قدام الكاميرا لدرجه انه خاص الصوت يكون شويه عيان الناس يتفرجوا ويكملوا. يعني تولي تحاول تطور راسك، يعني هذا هو سحر البدايات الصغيره، هذا هو سحر البدايات البسيطه. الانسان اللي ما تيكونوش عنده ماتيريال تولي تقاتل باش يطلع المهاره. واي حاجه في هذه الحياه بديتيها ما يخصكش فيها الماتيريال، بل غير يخصك فيها المهاره في ديك الحاجه، يخصك فيها البراكتيس وتحط لي فور. يعني اللي غنقول لك دابا من هذا الفيديو كامل راه البدايات البسيطه خاصك تحمد الله عليها. ما خاصكش تنوض تقلب على كاميرا باش تبدا صناعه المحتوى، ما خاصكش تنوض تقلب على كودات واعر باش تبدا تلعب كره، ما خاصكش تنوض تقلب على قصبه غاليه باش تبدا الصيد، ما خاصكش تقلب على هذا الشيء. خاصك تبدا وتستغل هذا السحر البدايات البسيطه، طور راسك بدا في الحاجه. الماتيريال غيجي بعدين، من بعد غادي يجي الماتيريال، وملي غادي يجي الماتيريال غيكون لقاك انت وليتي واعر وتستغل داك الماتيريال وتصور به كاليتي واعره وفهمتي وغتطلع به حاجه واعره. ماشي في صناعه المحتوى، حتى في الغطس عندك الفردي ديال الغطس. الا كان عندك فردي عيان وجاك وبديتي خدام به وكتقاتل به وجاك فردي واعر تصيد به حوت كبر، لانك طورتي المهاره. ماشي بحال انت ما عمرك شديتي فردي وعطاك احسن فردي ما غادي دير به والو، وتقول ديفو مني وغتستسلم. داك الشيء علاش هذا الفيديو هذا رساله من الله عز وجل لك، رساله الله ما طلعوش لك عشوائيا،
ما كنقولكش هاد الهضره باش تفرج فيا ولا دير لي لايك، انا ساليتي الفيديو هذا هو اهم حاجه عندي، ولكن هذه رساله من الله عليك باش تبدا، ما تبقاش تضيع الوقت. ديك الحاجه اللي كنتي كتقولها نبدا غدا 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 غدا، صافي ما حد طلع لك هذا الفيديو وما حد طلع لك وباقي عندك الجهد، شويه ديال الجهد باش تبدا هذه الحاجه، فبداها اليوم الله يرضي عليك. وقت ما طلع لك هذا الفيديو، طلع لك في الليل في 12 الليل، غدا الصباح بدا ديك الحاجه، طلع لك في الصباح في العشيه بدا ديك الحاجه. راه اخيب حاجه هي انك تبقى تسنى وتسنى وتسنى وتقول نبدا غدا غدا غدا، حتى توصل لواحد الوقيته تلقى راسك عندك 60 70 سنه ما قادر دير والو، واخا تكون عندك الصحه واخا يكون عندك كلشي، ولكن الجهد ما بقاش باش غتنوض تبدا، ما عندكش الجهد باش انك تنوض تبدا واحد الحاجه زيرو من الاول. كتشوف راسك ساليتي حياتك، ما بقى لك ما تبدا زيرو، ما غاديش تبدا وغادي تندم اشد ندم حيت ما بديتيهاش قبل. داكشي علاش بدا. اما الا كنتي الحاجه اللي كتقول غادي نبدا غدا 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 هي صناعه المحتوى، وكنتي من الناس المهتمين بصناعه المحتوى، فكنصحك تفرج في هذا الفيديو هذا، فيه كيفاش بديت انا صناعه المحتوى، وفيه اسرار باش تبدا انت صناعه المحتوى وباش تدخل منها فلوس انت.